عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر يا مصر خيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. بحبك يا مصر. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملك الشاشة. برنامج ملك الشاشة يهتم بالأحداث المعاصرة. برنامج ملك الشاشة يعالج القضايا المجتمعية الهامة، ومن أهم هذه القضايا قضايا الجرائم. والجريمة في الآونة الأخيرة انتشرت في المجتمع المصري بشكل غير طبيعي. من هذا المنطلق كان علينا أن نناقش الجريمة، أسبابها، نتائجها، دوافعها على المرتكب هذه الجريمة. معانا في الاستضافة النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نادر عبد التواب، مستشار العلاقات القنصلية والدبلوماسية في لجنة حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ نادر. اهلا بيك استاذ محمد سعيد بقى. نورت برنامج ملك الشاشة، وطبعا دي مش أول مرة. ده شرف لينا استاذ محمد. بنشرف بيك من وقت للتاني. تسلم. إن العمل الصحفي له دور كبير في علاج القضايا المجتمعية. أرحب أيضا بالإعلامية الصاعدة منى المصري في برنامج ملك الشاشة. أهلا بك يا منى. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، اتشرفت بوجودي النهارده مع حضرتك. نورت البرنامج يا منى. اهلا بحضرتك يا استاذ نادر، اتشرفنا بيك. شكرا. نتنبأ ليك مستقبل باهر في دنيا الإعلام إن شاء الله باذن الله. أستاذ نادر، موضوع الجريمة موضوع كبير جدا، موضوع خطير، وخصوصا في الآونة الأخيرة في مصر بالتحديد. يعني المجتمع المصري متعود على الهدوء، ولكن في الفترة الأخيرة حدث بعض الجرائم المخيفة في هذا المجتمع، وأهمها جرائم القتل وبعض جرائم الرشوة والاختلاس. بعد السرقات انتشرت بشكل كانش موجود قبل كده بسبب بعض وسائل المواصلات. حضرتك ايه اهم انواع الجرائم اللي حضرتك بتلاحظها موجودة في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة؟ اهم الجرائم طبعا جرائم السرقه، جرائم القتل، جرائم الرشاوي، في عده جرائم كتير. طب الجريمة اللي بتأثر في حضرتك قوي أو حسيت إنها انتشرت بشكل غير طبيعي في المجتمع المصري؟ جرائم القتل. جرائم علني في الشارع، علني. كان زمان الواحد يدور على يعني يفضل يخطط عشان يقتل عشان ما حدش يشوفه. دلوقتي في عز الظهر زي ما احنا بنشوف دلوقتي كذا قضيه. كلنا شاهدنا طبعا قضايا كتيره دي. طب من رأي حضرتك يا أستاذ نادر، هو إيه ممكن يكون أهم الأسباب اللي خلت موضوع القتل ده ينتشر في الآونة الأخيرة؟ والله في حاجات كتير قوي. البعد عن الدين، ودي أهم حاجة، إن الدين أساس كل أي شيء. التفكك الأسري دي برضو نفس الكلام، برضو من الأهم. تعاطي المخدرات بقى حاجة صعبة جدا جدا جدا. بقى المخدرات يعني مش عارف أقول إيه، يعني بقت كتير جدا في البلد. فتعاطي المخدرات ده حاجة صعبة، وبدوس عليها مرتين ثلاثة. حاجة صعبة تعاطي المخدرات، إن هي بتؤدي إلى جرائم القتل وجرائم السرقة. هي أساس غياب العقل أكيد. بيغيب خلاص ممكن أي حاجة بعد كده، أي جريمة تحصل. طبعا الجهل وعدم الوعي
كل دي اسباب بتؤدي الى جرائم القتل. عدم التسامح، مفيش تسامح ان مثلا حد اخطا فيا، زي مثلا المشاكل اللي احنا بنشوفها، مشاكل المشاجرات بين الجيران بتؤدي الى القتل. النفوس دايما متشاحنه فبتحصل أكيد. جرائم وبالذات القتل. طب استاذ نادر، بالنسبه لقضايا القتل، التربيه والنشأة، الاب والام وغيابهم عن مراقبه الابناء، ده له دور كبير في أكيد. انتشار جريمه القتل. ده عامل اساسي. التربيه عامل اساسي في ان الطفل يطلع سوي من جواه داخلي. مفيش تربيه، مفيش قيم وعادات تتربى عليها، مفيش مراقبه. فالعيل ممكن فيه اصحاب سوء، يتعاطى مخدرات، ينحرف، يسرق. هي بدايته بتبقى مع المخدرات. بدايته مفيش مراقبه من الاسره، في تفكك اسري. الاب والام مشغولين، فبيحدث ان طبعا الطفل عايز يروح زي ما هو عايز يروح، مش فارقه معاه بقى اصحابه بقى محدش- بياخدوه اصحاب ويمشي السوق. في الطريق اللي هو مفيش حد بقى، مفيش مراقبه. فبيرجع برضو ده للتفكك الاسري. الاب مشغول في شغله في الظروف الاقتصاديه الصعبه، بيحاول ان هو يكفي مصاريف الاسره. اكيد. والام بتبقى اذا كانت بتشتغل مثلا او ما بتشتغلش بتبقى مشغوله عن الابن برضه. وبالذات الشباب لما تكبر في سن المراهقه، فطبعا مش زي الطفل الصغير الام بيبقى بتراقب قدام عينيها. الطفل لما بيكبر ويخش في سن المراهقه خلاص، فالام مش هتقدر تراقبه. يعني الجرائم بيبقى في صعب الفتره شوية. الاخيره احنا لاحظنا ان مرتكبي الجرائم من الشباب. الشباب في سن يعني المراهقه ازاي شاب يضيع مستقبله، ده ضيع مستقبله يضيع ومستقبل نفسه، عيله. مستقبل اسرته. الاب والام اللي ضاعوا مع ولادهم، اللي غير كمان اللي اتقتلوا طبعا. يعني نتيجه الجرائم في اسر اتدمرت تدمير شامل. اسر الجاني واسر المجني عليه، الاثنين اتدمروا. يعني اذا اهم فتره ممكن الاهل يكونوا واخدين بالهم من عيالهم هي فتره المراهقه. اكيد لازم سن المراهقه يبقى فيه مراقبه جامده جدا جدا للطفل. ولازم نقرب ابنائنا للدين، نعلمه الدين، ينشأ نعلمه نشأة دينية. يعني انا برضو يعني ايه، يعني بناشد ان احنا نزود حصص الدين في المدرسه. يا ريت. وتبقى يعني مادة ما تبقاش أساسية. ماده اساسيه. لازم تبقى يعني مادة مش أساسية. حصتين دين ليه؟ حصتين في الاسبوع ليه؟ حاجه يعني لما يبقى الدين حصتين وباقي المواد اكتر. احنا طب إزاي ده محتاجين، الدين يعني اساس. احنا بنناشد وزاره التربيه والتعليم لا ان حصص ولأنها الدين يعني تزيد عن معدلها الموجود وحصتين، لان الاطفال محتاجين نشأة دينيه وتربيه دينيه، ده هيساعدنا في منع الجرائم. اكيد. ولأنها مادة غير أساسية كمان. مباشر. الطلبة بتذاكرها ليلة الامتحان كأن هي حاجة يعني تهميش يعني. تهميش على الهامش. تهميش مادة التربية الدينية. طيب بالنسبة لي يعني عايز أتكلم في فكرة تانية خالص، وهي فكرة الأصدقاء السوء بقى. يعني الولد بيمشي مع أصحابه، الأب والأم مفيش مراقبة، بينحرف، ممكن يرتكب جريمة. هم للأسف هم ما بيفوقوش إلا إمتى؟ بعد ارتكاب الجريمة. كلمنا عن النقطة دي يا أستاذ نادر. والله هو حته ان انشغال الحياه الاب والام في ظل الاقتصاد بتاع البلد اللي واقع، وفي ظل غلاء المعيشه. الاسره يعني كل الاب طبعا في دوره بيدور على الجنيه عشان يصرف على اولاده. الام كان معاها اطفال صغيره منشغله بيهم. ففي اهمال اللي هم الشباب. فالمفروض ان الاب والام يحاولوا يعني يبقى في مراقبه بس بسيطه، عشان ما يبقاش العيل حاسس ان هو متراقب. مين صاحبه ده؟ بشكل غير مباشر. من غير مباشر. صاحب مين صاحبه ده؟ اللي رايح معاه ومين اللي جاي، مين ويحاول يعني يحاول يلحق ابنه قبل ما ينزلق الى الجريمه، من غير ما يحسسه ان هو مراقبه او شاكك فيه. عشان برضه ما يبقاش محتاج ذكاء في الموضوع ده. ويصاحبه. يعني ايه كبر ابنك خوي، اتكلم معاه ويقعد اعتبره كاخ ليك صغير. عشان يبقى في موده، في حب، في حاجه يجي يقول لك. برضه كبنت المفروض البنت لما بتكبر امها صاحبها، عشان لو في حاجه البنت تيجي تجري لامها، حصل 1 2 3 كذا كذا، يبقى في تفاهم. لكن الام لو هي مثلا يعني ايه شديد على بنتها، البنت هتخاف تيجي تقول لها حصل 1 2.
فدي مشكله او كبيره. يخافوا من الاب، او الاب لو يعقلوا. شديد جدا فالولد خاف يقول لابوه حصل 1 2، فيداري المشكله بمشكله اكبر. في الفترة الأخيرة لاحظنا إن الآباء والأمهات اللي أولادهم ارتكبوا جرائم كانوا منهارين جدا، لأن طبعا الشاب خلاص كده يعني ضاع. قول لي بقى يعني إيه الفايدة من هذا الانهيار وهذا الحزن بعد ما الجريمة ارتكبت بالفعل، تم ارتكابها بالفعل، الجريمة تم ارتكابها. إيه فايدة الحزن؟ خلاص ما الموضوع انتهى. فلذلك يعني انا عايز حضرتك تناشد كل اب وكل ام، تقول لهم ايه؟ خلي بالكم من ابنائكم، راقبوهم، شوفوهم بيعملوا ايه، بيروحوا فين، بيجوا منين. خلي عينيكم ده ابنائكم، عشان انتوا اللي هتزعلوا بعدين، انتوا اللي هتندموا، ودموع الندم مش هتجيب حاجه، مش هترجع اللي خلاص اللي راح. فده هيبقى يعني انت حضرتك او حضرتك ضيعتوا عيالكم بايديكم. وناخد عظة من الحالات اللي بتحصل اكيد حوالينا دي. المفروض ان احنا ناخد عظه من اللي احنا بنسمعه ونشوفه، ونتجه نفهم الدنيا ماشيه ازاي، نشوف اولادنا ايه اللي معاهم، ايه اللي ماشيين مع مين، ايه الدنيا بتاعتهم، مش نفضل سايبينهم كده لغايه ما فات الاوان ونقف في المحكمه نعيط وبكاء بقى والشديد. ايه القيمه يعني الحزن؟ ملهاش لازمه، خلاص الموضوع انتهى. خلاص. ما هننقل لفكره جديده، وهي فكره الانتحار بقى. هي جريمه، الانتحار جريمه، ولكن في حق النفس. يعني واحد في حق نفسه بيرتكب جريمه قتل بس لنفسه. ايه اللي ممكن يوصل الانسان لمرحله الانتحار؟ الضغوط كان ولد ولا بنت مش لاقي حد يسمعه، فبينضغط في ضغوط يعني ايه، نفسيا ومعنويا وكل حاجه. هنا يعني بنرجع تاني لدور الاهل برضو دور مع الاهل، ما هو لازم الاهل الاب والام يحتووا ابنائهم عشان ما يوصلش الابن ان هو ينتحر. لو الاب والام كان سمعوا ابنائهم ما كانش انتحر، كانوش وصلوا كان حلوا مشكله. يعني لسه سامعين ان في مثلا بنت انتحرت عشان اهلها ما دخلهاش الكليه اللي هي عايزاها. طب إيه، انت كنت دخلتها؟ انت هترجع تندم وتبكي وتقول يا ريت. بس بعد يعني ايه؟ بعد فوات الاوان لا يفيد للاسف يعني. بعد فوات الاوان. نعم. فحاجه صعبه. فلازم يبقى في يعني ايه، تربيه سليمه صح. نخلي بالنا من ابنائنا جدا جدا. مش كل حاجه المال، مش كل حاجه ان انا طول النهار بره في شغل بتاع. لا، شوف بيتك صح. دي يعتبر زرعه. يعني انت ما فائده الاموال والابن ضاع يعني؟ خلاص انت بتقول بعمل عشان خاطر ابنائي. طب ما ابنائك ضاع، هتيجي لمين تاني بقى؟ يعني انا ارى بعض الرجال مسافرين بره، هو مش عايز يجي عشان الدخل بره عالي عن همنا، وسايب الاولاد في منتهى الانحراف. بيرجع بقى يتفاجئ ويلاقي كوارث. ايه فايده الاموال بقى اللي هو جابها يعني؟ هيبقى لمين؟ دي مشكله كبيره. ضاعوا خلاص. دي مشكله كبيره بقى. معظم اللي في الخارج بيبعتوا فلوس مبالغ عاليه. طبعا الطفل بيكبر في اموال في ايديه، في فلوس في مدلل. فهمت؟ اللي عايز بيعمله خلاص. ما فيش، هو بيلجأ للمخدرات. يعني هم تجار المخدرات، ما هو يعني بيصطادوه، هو معاه فلوس فبيصطادوه بقى. تعالى بقى هات الفلوس اسحبوا منه. ما هو تجار المخدرات بيدوروا على الشاب اللي معاه فلوس. يعني احنا ما شفناش شباب مثلا فقيره تاجر المخدرات بيدور عليه. لا، زي ما احنا بنشوف في الدراما معهوش. بيدور يقول لك ده ابوه وامه مبسوطين، ده معاه فلوس. لا، هاته ده اللي هيدفع. لكن التانيين عشان ملوش لازمه، هيدفع ايه بقى؟ معهوش فلوس يشتري المخدرات، فما بيدورش عليه. نعم. ففرحتي بقى ان انا مثلا بشتغل وبشقى وقاعد متغرب طول عمري، وانا اللي بفسد ابني بفلوسي وبشقايه، انا اللي بضيعه. بالظبط. يبقى وجود المال مع اولادك بدون مسؤوليه وبدون تربيه، دي كده حاجه هتعود عليه بالسلب مش بالايجاب. اكيد طبعا. يعني لو قلنا مثلا ان الاب هيشتغل مثلا نص الوقت او 3/4 الوقت، ويخصص جزء من يومه لرعايه الابناء، يقعد معاهم، يتكلم معاهم، يعرف عملوا ايه في اليوم ده، ايه المشاكل اللي قابلوها،
بدل ما يجي تعبان ينام ويقوم تاني يوم يروح الشغل، هو في غياب عن الابناء، غياب كل لا يعرف عنهم اي شيء. عايز انقل لفكره تانية يا استاذ نادر، وهي الجرائم الاسريه. يعني نلاقي مثلا ان زوج قتل زوجته، او زوجه اتفقت مع عشيقها لقتل الزوج، تمام، ووصلوا نفسهم للضياع، والابناء هم اللي بيضيعوا في الله. يعني ازاي توصل بالمراه التفكير الساذج انها تقتل زوجها عشان عشيقها مثلا؟ هو عدم اهتمام الزوج لزوجته بتؤدي الى ان احيانا بعض مش هنقول كله، بعض السيدات بتدور على الكلمه الحلوه، فبتلقى الكلمه الحلوه مع عشاء. فهو ده يبتدي بقى النقطه تبتدي من هنا، يبتدي ان هو يغير في فكرها ودماغها، يشكل فكر جديد، شكل بيبرمجها بقى، بيعيد برمجتها من اول وجديد. ان انا عايز ارتبط بيكي، طب نعمل ايه؟ نتخلص من الزوج. طب سؤال هنا بقى، يعني ليه هي ما بتلجأش للطلاق؟ ارحم شويه من جريمه القتل. يرجع للجهل، ولا يبقى التفكير خلاص، يعني بيبقى هو سيطر عليهم التخلص نهائيا من الزوج، يبقى بقى تغيب في العقل خلاص. هو برمج دماغها وبقت مهيبه. وممكن برضو بيرجع لان اهلها مش هيرضوا ان هي تتطلق. فدي بتبقى مشكله كبيره، ان اهلها مش هيوافقوا، فهم ما بيلاقوش حل الا التخلص من الزوج. وللأسف معظم الناس دايما بتلاقي ان الكلام الحلو، المعاملة الحلوة، اي حاجة بتبقى لبره. لا، اهل بيتك اولى. اكيد طبعا. يعني انا دايما ابقى ذوق مع الناس اللي بره، دايما ارحب بيهم او اعملهم احسن معامله، والناس اللي في البيت مش مشكله، دول مني يعني، لا بالعكس، دول اهم من الناس اللي بره. يعني هم كل زوجتك اولى اكيد بالكلمه الحلوه، بالمعامله. تسمع زوجتك بس. وفي بعض الزوجات صراحه يعني عايز اقول لهم كلمتين. اتفضل. حاولي جوزك لما يخش، ودي احنا اتكلمنا فيها كتير او في برامج كتيره، وفي ناس كتيره في الاعلام اتكلم عليها. لو جوزك يخش يعني مش تزن على الودان كل شويه ابنك عمل وبنتك وكان وماني، لا، اصبري شويه على جوزك. يقعد جاي من الشغل، جاي من المواصلات، تعبان، اصبري عليه. مش كل حاجه طلبات، هو بيعاني في شغله برضه. يعني الراجل بيعاني من شغله، يعني ايه، معاناه. مش عايز نقول انت حضرتك قاعده في البيت ليكي شغلك وتعبك، وانا ما نقولش انت ما بتشتغليش ما بتتعبيش، لا، بتشتغل من الصبح طبيخ وغسيل بالبلدي، بس هو بيبقى عايز يرجع يلاقي الراحه في البيت. اكيد طبعا. ما دي بقى من اهم اسباب المشاكل الزوجيه اللي ممكن تؤدي لجريمه بعد كده. يعني هي نرفزته، شتمها، شتمته، ردت عليه، اتخانق معاه، ممكن مثلا يقوم، حصلت قبل كده وصلت لجرائم قتل للاسف يعني. يخبطها خبطه ويبقى جهله زي ما بقول. فيعني بنناشد كل زوجه يعني استيعاب الزوج وظروف، وخصوصا لما يكون راجع من العمل، يعني لانه هو بيبقى راجع مجهد بالفعل، محتاج راحه. بلاش مشاكل زوجيه، لان المشاكل الزوجيه ممكن تؤدي لجريمه فيما بعد، وان ما ادتش الجريمه بتنعكس على الاطفال ويعمل تفكك اسري. بيطلع الولد او البنت شايف في مشاكل اسريه في البيت، بيطلع طفل عدواني. فهمت؟ للحياه الزوجيه اساسا. مش عايز يتجوز، او البنت مش عايزه تتجوز، شايفه مشاكل بلاوي في البيت طول النهار، شتيمه واهانه وضرب. فخلاص في عقده بقت، في عقده نفسيا في الطفل من صغره، نشأ ان لا، جواز ده مسؤوليه، ده وجع قلب، ده اي حاجه تانية يعني. طب احنا عايزين ننتقل الى يعني فكره اخرى، وهي مثلا احنا بنحمل الزوج والزوجه تبعيات او مشكله ارتكاب الابناء للجرائم. هل الاب والام بس هم اللي يتحملوا المسؤوليه، ولا في مؤسسات تانية المفروض تقوم بدور يعالج مشكله الجريمه؟ يعني عندنا في مصر اعظم جامعه للدين الاسلامي وهي الازهر. اكيد الازهر وعلماء الازهر، علماء الدين، محتاجين منهم يعني حلقات، دروس، تعرف الناس عقوبات القتل في
في الاسلام القران قال ايه عن القتل، ازاي القتل محرم، الايات التي تحض على البعد عن القتل، حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بتحذر الناس من القتل. الازهر مش المفروض يقوم بدور يا استاذ نادر؟ اكيد والجامعات طبعا، والجامعات ووسائل الاعلام. مشكلة ان دلوقتي الوسائل المسلسلات والدراما والحاجات دي بتطلع الشاب نفسيا وعقليا بيدور ان انا امثل فلان ده عمل ايه، فلان ده بيحمل سلاح، فلان ده خد حقه بالسلاح. طب ليه الدراما ما تعملناش الناس خدت حقها بالقانون، مش بالسلاح والمشاكل والعصابات كمان عايزين نناشد كل مدرس او مدرسه في المدرسه ان دورك مع الطالب مش بس مجرد ان انت بتديله الماده التعليميه فقط، لا احنا كمان علينا دور تربوي مهم جدا. والاثنين بيكملوا بعض، سواء الاسره سواء المدرسه، احنا بنتكاتف عشان نطلع نشء سوي نفسيا. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، يعني يحرم على الإنسان أن يهدم هذا البنيان وهو الإنسان، لأن الإنسان بنيان والذي بنى هذا البنيان هو الله عز وجل. القرآن أيضا يقول ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الكلام نرد به على من يلتمسون العذر لمن يقترفون جرائم القتل. يعني يا أستاذ نادر بعض الناس في الآونة الأخيرة بدأوا يبيحوا القتل للأسف في المجتمع ويروجوا هذا الكلام على السوشيال ميديا. ده طيب، ده مش عارف ايه، ده غلبان، ده المفروض ده الضغوط كانت عليه. هل ده يجوز؟ لا يجوز التعاطف مع القاتل؟ لا ولا التعاطف مع المنتحر. يعني كتير بنسمع ده كان عنده لا، انت كده بتشجع ناس تانية عندها ضغوط انها تنتحر. يعني هل احنا كلنا مش عندنا نفس الضغوط؟ عندنا وبنعاني من الضغوط؟ عندنا. هل ده معناه ان كلنا ممكن نرتكب لا طبعا جرائم؟ اللي بينتحر واللي بيقتل ده بعيد عن ربنا. فلو هو بعيد عن ربنا مش فارقه معاه بقى، مش الشيطان سيطرت عليه فكره الجريمه. فلازم ان احنا نقرب من ربنا، نتجه للدين، ان الدين اساس كل شيء. لو انا راجل متدين هعرف الصح واعرف الغلط. استحاله طبعا ان انا اغضب ربنا وقتي، ازاي هقول حرام؟ لكن انا لو انا مش بعيد عن الدين خلاص كل حاجه مباح عليك، توقفني خلاص. ما خلاص، ما انا ما اعرفش بقى، يعني ما فيش بقى كل شيء مباح. نعم. طب هنا يعني احنا ازاي نبدا نعالج الموضوع الجريمه ونرجع المجتمع الى سابق عهده؟ يعني ايام ما كانت الدنيا هاديه وفي امان، ما فيش جرائم قتل الا في اضيق الحدود، ما فيش سرقات، قليل قوي اللي بيتجه الى الرشوه. يعني كان الجرائم ما كانش بالوضع ده. يعني ازاي احنا نعيد بقى فكر المجتمع للفكر السوي مره ثانيه؟ بوسائل الاعلام، نناشد في مسلسلات الدراما، في بعض الافلام، في اي حاجه ندي النبذه ان ده غلط، ده حرام. الخطاب الديني لازم نهتم بيه جدا جدا، ان نعرف الناس الصح والغلط، نعرف ده حرام ما نعملوش. في المدارس والكليات والمعاهد نعرفهم برضو، يبقى مثلا حصص الدين زي ما احنا بنقول نزودهم شويه حصص الدين، نعرف الطفل من صغره ونشأته ان في حرام وفي حلال. في حرام ما اعملوش، في كذا كذا كذا، دي كله ده مخالف للدين، يبقى استحاله ان انا اعمله، ان ده يغضب ربنا، فحرام ان انا اعمله. يعني ننشئ الطفل نشأة دينية. اكيد طبعا. هو غياب النشأة الدينية سبب كل الكوارث اللي احنا فيها دلوقتي. اساس كل يعني كنا بنلاقي الطفل زمان كان حافظ القرآن، عارف الأحكام، عارف كبائر الذنوب، عارف كل شيء عن الدين وفي كل الأديان. يعني
الشباب والاطفال بيبقوا دلوقتي هم بيركزوا على حاجات معينه. السوشيال ميديا رقم 1، رقم 2 الدراما. وللاسف ان الدراما في بعض المسلسلات بنيت على العنف، هي شكلت وجدان الشباب ان هو يوصل اللي هو بقى يبقى جدع ومش عارف ايه ويشيل سلاح وهو كده يعني. دول ايه اللي صناع الدراما في مصر؟ قال لهم غيروا في التفكير ده، يعملوا تفكير جديد يخدم الشعب مش يضر الشعب. في افلام كتير ومسلسلات بقت تتعامل ان اللي ماسك سلاح والبلطجي هو ده البطل وهو ده الجدع، وفعلا هو ده اللي الشباب بيقلدوا، بتتاثر بيه وبيصدقوا ان فعلا ده النموذج الحلو اللي عايزين يبقوا عليه. او بيلبسوا زيه، ده بيقلدوه في اللبس في كمان، اللبس وفي الطريقه وفي التعامل. فلا يعني لازم اي حد بيصنع محتوى بيصنع افلام يحط في دماغه ان انا مش عايز بس مجرد ان انا اعمل حاجه تجيب مشاهدات، لا ده انا ممكن اضر، اشيل ذنب، اضر ناس واسر ومجتمع كامل من خلال حاجه انا قدمتها ما كنتش واعي ليها. يعني قطاع الانتاج في فتره من الفترات في التلفزيون كان بينتج مسلسلات دينيه كانت قمه الروعه. في فترة التعليم بتاعتنا شفنا مثلا مسلسل زي عمر بن عبد العزيز، الفنان الكبير نور الشريف، ومسلسل فجر الإسلام. المسلسلات دي كان لها تأثير كبير جدا في نفوس الشباب في الوقت ده، إن أنا بتعلم القيم، قيم الدين، مبادئ الدين، الأخلاق السوية الطيبة، الزهد، الأمانة، كل ده كنا بنتعلمها من خلال المسلسلات الدينية. ليه غابت المسلسلات الدينية دلوقتي؟ غابت ان هو دلوقتي اللي هو شائع الدراما بيدوروا على المكسب، مش بيدوروا ان هم يوصلوا واعتقاد قيم، يعني قيم ومبادئ. اعتقاد منهم ان دي الحاجات اللي هتجيب مشاهدات هتجيب مشاهدات. فلا المفروض ان فعلا دلوقتي يبتدوا نرجع تاني للمسلسلات المسلسلات الدينيه والافلام الدينيه لها دور كبير جدا في تشكيل وجدان الشخصيه المصريه اكيد والشباب بالاخص. يعني تقول ايه لصانع الميديا في مصر؟ ما انا نقول لازم نغير الفكر بتاعنا، بلاش المسلسلات والحاجات اللي هي فيها يعني بلاش نبحث عن مكسب مثلا، المكسب مش كل شيء يعني. نبحث على وعي وإنشاء جيل جديد لمجتمع سوي، بدل ما هو يبقى ايه جيل يعني غير الجيل اللي احنا شفناه في الآونة الأخيرة. طبعا كلنا كنا زعلانين قوي على الجرائم اللي ارتكبت في مصر في الفترة الأخيرة، وبنقول مش دي مصر يا جماعة. مصر طول عمرها بلد الأمن والأمان، ويا رب ترجع تاني لسابق عهدها ويبقى الشارع المصري شارع الأمن والأمان، والمجتمع المصري مجتمع الأمن والأمان. دعوني أشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نادر عبد التواب. نشكرك يا أستاذ نادر في نهاية الحلقة. شكرا معلم. أشكر الإعلامية الصاعدة من المصري لانضمامها لبرنامج ملك الشاشة، وأشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى حلقات جديدة من برنامج ملك الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك